بتبدأ أحداث فيلمنا مع صاحبة مطعم، ودي ست بسيطة شكلها مش واو لكن بتشتغل من قلبها، وبنشوفها وهي واقفة قدام الساعة وكأنها في انتظار شخص معين يدخل لها. وفعلا في الميعاد بالظبط بيدخل زبونها المفضل، وأول ما بتشوفه بتمثل إنها بتشتغل ومش مركزة معاه، وده بيبقى ممثل مشهور لكن متخفي بدور شخص عادي. فبتبدأ تجهز له الأكل اللي بيحبه وبتقدمه له بحب، وبيقعد ياكل بطريقة غريبة وبتفضل هي تتفرج عليه من بعيد. وبعد ما بيخلص أكل بيقوم يمشي، وبتروح هي تجمع الأطباق وبتتفاجئ إنه سايب لها تمن الأكل على شكل عصفورة. فبتفرح جدا وبتتفاجئ لما بتلاقيه داخل عليها مرة واحدة وبيقرب منها وبيقول لها أنا مش معجب بيكي وبس، ده أنا واقع في حبك. في اللحظة دي بتبصله باستغراب وما بتبقاش مصدقة نفسها، وبتسأله أنت فعلا عايز ترتبط بيا؟ فبيأكد لها إنه بيحبها فعلا وعايز يتجوزها. ومع مرور الوقت والسنين بيتغير الحب ده وبيبقى عبارة عن أوهام، لدرجة إن العاشق ده بيشوف حبيبته كأنها واحدة ما يعرفهاش. فبنشوف الممثل وهو خارج من بيته وبيبص لمراته اللي باين عليها كبر وتعب السنين كأنها ست غريبة عنه أو خدامة في البيت. وهنا بنعرف إنهم اتجوزوا في السر وخلفت منه طفل اسمه جي يونج. وبتنصدم لما بتسمع في الأخبار إن جوزها بينكر علاقته بيها ولا عايز حتى يعترف بابنه، وبيقول إن كل الكلام ده عبارة عن شائعات، وبيعلن جوازه من بنت جميلة ومن عيلة غنية جدا. وبعد فترة بيجيلها جوزها بشنطة فلوس مقابل إنها تخرج من حياته للأبد وبيسيبها وبيمشي. في اللحظة دي بيبقى جي يونج بيسمع كلامهم وشايف حزن أمه لكن مش قادر يعمل أي حاجة لأنه طفل صغير. ومع مرور السنين بتموت أمه من الحسرة على الوقت اللي عاشته في حب أبوه، فبينهار جي يونج وبيترجاها ما تسيبوش لوحده، لكن كلامه بيبقى من غير فايدة وبيحس إنه عبء كريه سابه أبوه في الدنيا. بعدها بفترة بيتوظف جي يونج في مول تجاري كبير وبيشتغل في أمن الجراج، وفي أول أيام شغله بيتعامل من غير شغف وكأنه بيقضي يومه وخلاص، وبيقول لنفسه زي ما يحصل يحصل، وبيسيب أصحاب العربيات يتخانقوا مع بعض وبيقف يتفرج عليهم في هدوء. في الوقت ده بنروح لشخص تاني اسمه يوهان، وده شغال في نفس المول ونفس الجراج، وبتكون هوايته انه يألف روايات عن الاشخاص اللي حواليه. واول ما بيقابل جي يونج وبيشوفه لابس تيشيرت عليه صورة مغنيته المفضلة بيعجب بيه جدا وبيقرب منه وبيقول له احنا خلاص بقينا اصحاب. وهنا بيبصله جي يونج باستغراب. وفي وقت الغدا بياخدوا يوهان يعرفه على مجموعة من البنات اللي بيشتغلوا في قسم الملابس والمكياج، وبتبقى من ضمنهم بنت اسمها سو، ودي بتبقى شايفة نفسها انها جميلة الجميلات بسبب إعجاب كل الموظفين بيها. فبيعرض عليهم يوهان إنهم يروحوا يسهروا في ملهى ليلى على حسابه الشخصي عشان يرحبوا بجي يونج العامل الجديد. فبيوافقوا وبينصدم يوهان من رفض جي يونج لدرجة إنه بيتعصب عليه وبيسأله بصوت عالي عن السبب، وبيرد عليه جي يونج بكل هدوء وبرود وبيقول له لازم أرجع البيت عشان أأكل القطة. في اللحظة دي بتبصله سو باستغراب وبتعجب بيه، وبعدها بيروح يكمل شغله وبيستغرب يوهان من سكوته طول الوقت، وبيسأله وبيقول له انت مصاب بمرض نادر يعني مخليك مش عايز تضحك ولا تعيط، وبيحاول انه يضحكه بكل الطرق لكن ما بيعرفش. فبيطلب منه جي يونج لوح التزلج بتاعه عشان يتحرك بيه في الجراج بسرعة، وبيستغرب يوهان من طلبه وبيقول له انا ايه اللي يخليني اديهولك. فبيمسكه جي يونج من وشه وبيرد عليه وبيقول له عشان احنا اصحاب. وهنا بيفرح يوهان انه اخيرا لقى صديق ليه وبيديهوله على طول. فبيبدأ جي يونج يتحرك بيه في الجراج وهو بيسمع اغاني، واثناء ما بيتحرك في الممرات بيوصل للمخزن. وهنا بينصدم لما بيلاقي بنت اسمها مي شكلها غريب ومتبهدل ولبسها لونه غامق واقفة في الضلمة لوحدها، وبيروح ليوهان يسأله عنها. فبيحكي له إن كل العمال والموظفين مسمينها الديناصور، وده بسبب شكلها القبيح والمخيف، وإنها موظفة رسمية بتشتغل طول اليوم ومن ذكائها وشطارتها اتعينت بعد ما حققت أعلى تقييم في مقابلة التوظيف، لكن بسبب شكلها محدش من الزباين كان بيقرب منها ولا يتعامل معاها، وفضلت تتنقل بين الأقسام لحد ما حطوها في المخزن. وفي وقت الغدا بيقعد جي يونج يبص عليها من بعيد وهي قاعدة لوحدها، وبيلاحظ إن كل العمال بيضحكوا وبيتريقوا عليها من غير سبب، ومن نظراته بيحس يوهان إنه بيشفق عليها. بعدها بيشوفها جي يونج وهي بتجمع الزبالة من الأرض وبيقرر يساعدها، فبيستغرب يوهان من تصرفه وبيفضل جي يونج يراقبها من بعيد وبيعجب بطريقتها وعفويتها. وبعد الشغل بيقف يستناها لحد ما بتخرج وبيتفرج عليها وهي بتجري تحت المطر من غير شمسية. فبيعرض عليه يوهان إنهم يروحوا يقعدوا في حانة صغيرة كده ودي بتبقى مكانه المفضل، فبيوافق جي يونج وبيروح معاه وبيفضلوا يشربوا
وبيستغل يوهان الفرصة وبيسأله انت فعلا معجب بمي؟ فبيرد عليه جيونج بسرعة وبيقول له لا. فبيرجع يوهان يقول له طب عايز تبقى معجب بيها؟ فبيسكت جيونج اللحظة وبيقول له ممكن، وبيحكي له انه زعلان على حالتها وانه بيحاول يتعامل معاها بلطف. فبيأكد له يوهان انها لو حست انها صعبانة عليه وانه بيشفق على حالتها هتحزن جدا وهيكسر قلبها، وبيعرفه انه لو مش بيحبها يبقى لازم يبعد عنها. وبيسأله انت عارف يعني ايه حب؟ فبيسكت جيونج وبيبقى مش عارف يرد. وبيرجع بعدها على بيته يأكل قطته وبيقعد يتفرج على مقطع ميمز للشفق القطبي في أيسلندا، وبتبقى أمنية حياته انه يسافر لهناك. وتاني يوم بيتكلم مدير إدارة المول في اللاسلكي وبيطلب من العمال يجهزوا هدايا كبار الشخصيات. فبيشوف مي وهي شايلة شنط الهدايا لوحدها وبيلاحظ إنهم تقال عليها جدا، وبيتضايق لما بيلاقي زمايله بيتريقوا عليها. فبيقرر يروح يساعدها وبتستغرب من معاملته ليها لأن دي أول مرة حد يساعدها وبتشكره. فبياخدوا الهدايا وبيوصلوها للحفلة اللي معمولة لكبار الشخصيات، وبتقف مي تسمع مقطوعة على عازف البيانو وبتبقى منسجمة جدا معاها. فبيشوفها جيونج وبيقرب منها بهدوء وبيحاول يوصل لنفس إحساسها. وبعد ما بيخلصوا شغل بتشكره مي على مساعدتها وبيفرح جيونج جدا وبيعرفها بنفسه. فبتشوفهم سو هم ماشيين مع بعض وبتبدأ ترخم عليهم لحد ما بتسيبه مي وبتمشي وهي مكسوفة. فبيتعصب يوهان عليه وبيفكره إنه طلب منه إنه ما يجرحهاش بإحساس الشفقة عليها. وبالليل بيروح يوهان يسهر مع سو أصحابها في ملهى ليلي وبيسألوه عن علاقة جيونج بمي. فبيضطر إنه يكذب عليهم ويقول لهم إنهم قرايب من بعيد. أما جيونج بقى بيبقى في عالم تاني وبيفضل يفكر في مي وكلامها البسيط، وبيفتكر المقطوعة الموسيقية اللي كانت منسجمة معاها ودي اسمها البافان، موسيقى كلاسيكية بتتعزف للرقص. وتاني يوم بيقابل مي في الشغل وبيسألها عن حبها للموسيقى، فبتحكي له إنها بتحب تسمع الموسيقى جدا وخصوصا في محطة معينة في الراديو عشان مش بتجيب دعايات خالص. بعدها بيرجع جيونج البيت يجيب المحطة اللي قالت له عليها وبيبدأ يسمع الموسيقى ويركز فيها بإحساسه، فبيقوم يرقص. وبنلاحظ إن عنده موهبة في الرقص. وتاني يوم في وقت الغدا بيروح يقعد مع مي على ترابيزتها، ووقتها بينصدم كل العمال وبيفضلوا باصين عليهم لحد ما مي بتتحرج وبتسيبه وبتقوم. فبيتضايق جدا من موقفها وبيحس إنها أحرجته قدام زمايله، وطبعا بتتجن سو لأن أول مرة واحد من زمايلها ما يبقاش معجب بيها وكل تركيزه بيبقى على البنت البسيطة. فبيروح له يوهان وبيعرفه جيونج إنه زعلان من تصرفها. وبالليل بيروح جيونج يستنى يوهان في الحانة وبيتفاجئ لما بيلاقي مي داخله عليه مع يوهان، فبيرحب بيها. واول ما بتدخل الحمام بيجري جيونج على يوهان وبيسأله جبتها ازاي؟ فبيرفض يوهان يعرفه وبيطلب منه يقعد ويتكلم معاها ويعترف لها بإعجابه بيها. فبيقعد جيونج يتكلم معاها لكن مش بيقول لها الكلام اللي يوهان حفظه له، وبيحكي لها عن نفسه وإحساسه وبيعرفها إنه بيشتغل بدوام جزئي عشان يجمع فلوس كتير ويقدر يسافر أيسلندا. وبيقف يوهان يتفرج عليهم ويسمعهم هو وصاحب المكان، وبتبدأ مي تتكلم معاه وبتنصحه يبص على حياته اللي فاتت ويشوف طريقه إذا كان هيقدر يكمله ولا هيقف ويرجع في نصه. وبتقوله يعمل الحاجات اللي بيحبها وقلبه متعلق بيها ويعيش حياته زي ما هو حابب. فبيفرح جيونج بكلامها وبيحكي لها إنه سمع محطة الموسيقى اللي قالت له عليها وإنه أعجب جدا بالموسيقى اللي بتتعرض عليها، وبيسألها عن الحاجات اللي بتحب تعملها غير الموسيقى. ووقتها مي بتتكسف لأن دي أول مرة حد يهتم بيها وبمشاعرها. في اللحظة دي بيروح يوهان يقعد معاهم وبيقول لهم شوية من أشعاره عن الحب، وبعدها بيوصلها جيونج لحد بيتها وبيقف يطمن عليها لحد ما بتطلع. وبتبدأ مي تفكر فيه. وتاني يوم بتجهز نفسها وبتنزل من بيتها لأول مرة وهي بتضحك وفرحانة وحاسة إنها طايرة. فأثناء ما بتجري عشان تلحق الأتوبيس بتقع على الأرض لكن محدش من زمايلها بيفكر يساعدها. وبالرغم من قسوة الناس عليها بتقوم وبتكمل طريقها وهي مبتسمة وبتفكر في جيونج. ولما بتوصل الشغل بتتفاجئ من مساعدة جيونج ليها وقربه منها طول الوقت. فبيلاحظ وقتها الجرح اللي في ايدها بسبب الوقعة لكن بتأكد له انها كويسة. فبيسيبها وبيروح يكمل شغله، وبتاخد مي الشغل اللي اتطلب منها وبتطلع توصله. ولما بتشوفها سو بتتنمر عليها وبتقول لها لازم تهتمي بشكلك كويس، وبتسألها انتي فعلا تقربي لجيونج؟ فبتحكي لها ان يوهان عرفهم انهم قرايب وبتأكد لها مي على كلامه. وبالليل بيستناها جيونج لحد ما بتخلص شغلها وبيروح يمشي معاها تحت المطر. فبيعرف منها انها بتتعرض للتنمر والسرقة طول الوقت لدرجة إنها بطلت تجيب شمسية لأن في كل مرة بتشتري فيها واحدة بتتسرق منها. فبيضحك جيونج وبيعرفها إن هو كمان كان بيتعرض للتنمر والسرقة لحد ما قرر يعمل في زمايله نفس اللي بيعملوه معاه. فبيعرض عليها تروح معاه لمكان مميز
فبتوافق مي وبتتفاجئ بيه واخدها لمكان مليان اسطوانات موسيقية كلاسيكية وأغاني روك وجاز، فبتفرح جدا وبتبدأ تختار الاسطوانة المفضلة ليها، وبتتفاجئ لما بتلاقي جي يونج اختار نفس الاسطوانة، وبيفضلوا يتكلموا عن الموسيقى والرقص، وبتفاجئوا مي بإنها شافته وهو بيرقص في الجراج، وبتأكد له إنه بارع وموهوب ولازم يحقق حلمه. وأثناء ما بيكونوا ماشيين بيطلب جي يونج منها رقم تليفونها، وبيتفاجئ لما بيعرف إن مش معاها تليفون أصلا، فبيقدم لها لزقة لجرح إيدها، وبتفرح مي جدا باهتمامه بيها، وبتسأله أنت بتعاملني كويس ليه؟ وبتفهمه إنها مش عارفة ترد له معاملته كويسة ليها إزاي، فبيبتسم جي يونج وبيطلب منها إنها تتعامل معاه كويس زي ما بيعاملها وبس. وتاني يوم بيتفاجئ إنها جايباله أكل وبيفرح جدا، وبيساعده يوهان إنه يكلمها، وبيجيب له جهازين لاسلكي يكلموا بعض فيهم على محطة معينة، ومن هنا بيبدأوا يقربوا من بعض أكتر، وبتفرح مي جدا بالإحساس اللي عايشاه لأول مرة معاه. وفي يوم بياخدهم يوهان وبيخرجهم مع سو أصحابها، فبترسم سو على جي يونج وبتسأله عن مواصفات البنت اللي واقع في حبها، فبيعترف لهم إنه فعلا واقع في الحب، وإن البنت اللي بيحبها بسيطة جدا مقارنة بباقي البنات، وإنها كمان شخص مختلف ومعاها بيبقى على طبيعته وبيحس إنه أحسن. فبتنصدم مي من كلامه وبتمشي وهي متضايقة، وبيطلع يجري وراها وبيعتذر لها وبتقبل اعتذاره، وبيطلب جي يونج منها ترفع راسها طول الوقت وما تبصش في الأرض أبدا لأنها أجمل بنت موجودة في المكان. فبتتفاجئ مي بكلامه بتسيبه وبتمشي، ومن بعدها بتختفي ومش بتروح الشغل لفترة، فبيتجنن جي يونج لأنه ما يعرفش عنها حاجة ومش عارف سبب اختفائها. وفي يوم بيتفاجئ بيها بتتصل بيه وبتعتذر له عن اختفائها، فبيعرفها إنه كان قلقان وخايف عليها جدا لا يكون حصل لها حاجة، وبيبدأ يعيط بشدة. ووقتها بتتأثر مي بكلامه وبتعرفه إنها هتروح له حالا وبتطلع تجري عليه، فبيفرح جي يونج أول ما بيشوفها وبيقضي طول الليل ضحك وهزار مع بعض لحد تاني يوم. بعدها بيبدأوا يقربوا من بعض أكتر لحد ما بيقرر جي يونج يعترف لها بحبه، وبتتفاجئ مي باعترافه ليها، وبيبقى كل زمايله في الشغل سامعين كلامهم في اللاسلكي وبيفرحوا جدا، وبتغير كل البنات من حب جي يونج لمي، وخصوصا سو بتحاول ترخم عليها، فبتصدمها مي بكلامها وبتقول لها فوقي لنفسك بقى، مش لازم تكوني انتي الوحيدة المميزة. ومن هنا بتبدأ حياة مي تتغير من بنت ما بتحبش تتكلم مع حد ولا تخرج ولا تتعامل مع الناس لبنت بتحب الحياة والضحك والهزار. وبعد الشغل بيبقى جي يونج متضايق لأنه أحرجها قدام زمايلهم، لكن مي بتأكد له إنها فرحانة وبتحكي له إنها بتشتغل عشان تصرف على أبوها المريض وإخواتها. وبيقرر يوهان إنه يكتب رواية عنهم. بعدها بيقدم جي يونج في كلية الرقص وبينجح في الاختبار، وفي يوم عيد ميلاد يوهان بيجهز له جي يونج ومي مفاجأة، فبيروح يوهان الحانة وبيبقى متضايق إنه وحيد ومحدش افتكر عيد ميلاده، وبيحكي لصاحب الحانة إنه كان متجوز وطلق مراته مع إنها كانت بنت جميلة وبتحبه، وبيأكد له إنه خسرها. وأثناء ما بيتكلم بيلاقي جي يونج ومي داخلين عليه وبيحتفلوا بعيد ميلاده، فبيفرح جدا وبيعرفهم إنهم أعز أصحابه، وبيأكد لهم إنه هيكتب رواية كل الناس يتكلموا عن جمالها. وبيتمنى جي يونج إنه يسافر أيسلندا مع مي. أما مي بقى بتتمنى إنها تبقى جدة وتعيش حياتها في هدوء وبساطة مع جوزها وأولادها وأحفادها. بعدها بيتفاجئ يوهان بإخواته بيعرضوا عليه يسيب البلد ويسافر وينساهم تماما مقابل المبلغ اللي يحدده، لكن يوهان بيرفض وبيعرفهم إنه عايز يشتغل زي ما هو في جراج المول بتاع أبوه. وهنا بنعرف إن أبوه دخل في علاقة غير شرعية مع أمه لحد ما خلفته، ومن وقتها إخواته رافضين وجوده وسطيهم. فبيمشي يوهان من الجراج وهو متضايق من كلام إخواته ليه، وبيروح الحانة يستنى جي يونج وبيفضل يتصل عليه كتير، لكن جي يونج بيبقى في جامعته ومشغول مع أصحابه الجداد، فبيحس يوهان إنه وحيد ومالوش حد يعيش عشانه، وبيودع صاحب الحانة وبيمشي. وتاني يوم بيتفاجئ إخواته بإنه انتحر وقطع شرايين إيده وبيفتكروه مات، فلما زمايله بيعرفوا بيبدأوا يتكلموا عنه ويطلعوا إشاعات، وبتنصدم مي لما بتعرف وبتروح تزوره مع جي يونج في المستشفى، وبتنهار لما بتشوف حالته، فبيتعصب جي يونج عليها وسط الناس عشان تسكت وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم بيحاول يتصل عليها ويعتذر لها كتير، لكن مي ما بتردش عليه، وبعد فترة بيتصل عليها وبيترجاها تسامحه وبيعرفها إنها وحشته جدا ونفسه يشوفها، وبيعرض عليها تخرج مع أصحابه بتوع الجامعة عشان يعرفها عليهم، فبتوافق وبتبدأ تجهز نفسها، لكن لما بتبص في المراية بتحس إنها بقت واحدة تانية، فبتروح تسهر مع جي يونج وأصحابه وبتوصله لحد بيته وبتشكره على وجوده في حياتها وعلى كل اللي عمله معاها وكأنها بتودعه. وفعلا بعدها بيتفاجئ جي يونج لما بيعرف إنها سابت بيتها ومشيت،
ومحدش يعرف مكانها، وكمان ما بتردش على اتصالاته وبتختفي حرفيا من حياته. بعدها بتبعت له رسالة تعتذر له فيها عن اختفائها من غير سبب ومن غير ما تقوله، وبتأكد له فيها إنها كويسة أكتر من أي وقت تاني، وبتحكي له إنها من وقت طفولتها بتتعرض للتنمر لحد ما قررت تعيش في حالها وتبعد عن الناس لحد ما هو ظهر في حياتها ورجعها تثق في نفسها وتحب الحياة من جديد. لكن لما اتأكدت إن حياتها هتبقى واقفة عليه قررت تبعد عشان تقدر تعيش، وبتسأله عن حالة يوهان. وهنا بنعرف إن يوهان دخل في صدمة عصبية ومحجوز في المستشفى ورافض يتكلم مع أي شخص. وفي نهاية الرسالة بتأكد له إنها ما هربتش منه، بالعكس دي بتحافظ على اللحظات الجميلة اللي عاشوها مع بعض، وبتعترف له كمان بحبها ليه. بعدها بيرجع جيونج يعيش حياته وهو حزين بعد ما خسر البنت الوحيدة اللي حبها وصاحبه يوهان، فبيرجع يشتغل في المول مرة تانية وبيسيب الجامعة وبيروح الحانة لوحده لحد ما بتحاول سو إنها تدخل حياته وتعوضه عن مي، فبيبدأ يخرج معاها ويسهر ويقضي معاها معظم وقته، لكن ما بيقدرش ينسى مي. ولما بتتأكد سو من حبه لمي بتقرر تبعد عنه وبتروح لموظف الإدارة وبتطلب منه يديها ملف مي، وبتقدر إنها تجيب عنوانها وبتروح لجيونج وبتديهوله. فبيقرر جيونج يكتب لها رسالة وبيطلب منها تقابله في مكان ووقت معين، وبيخيط لها بنفسه شال وبيبعته لها هدية مع الرسالة. وبتوصل مي رسالته وفي اليوم المحدد بيسافر لها، لكن بسبب نزول التلج بيتعطل الأتوبيس وبيضطر ياخد الطريق جري عشان يقدر يوصل لها. وبالرغم انه بيوصل متأخر جدا لكن بيلاقيها لسه واقفة مستنياه، فبيفرح جدا وبيقضوا باقي اليوم مع بعض. وقبل ما يمشي بيترجاها ما تسيبهوش وبيعرفها انه مش قادر يعيش من غيرها، وبيتفق معاها انهم يتقابلوا ليلة راس السنة في الحانة اللي جمعته هو وهي ويوهان مع بعض. وبتوافق ميو في ليلة راس السنة بتروح تقف قدام الحانة ومعاها الاسطوانة اللي مسكوها هما الاتنين في نفس الوقت عشان تقدمها له هدية، فبتفضل واقفة طول اليوم مستنياه لكن للأسف ما بيروح لهاش. وبعد 5 سنين بنشوف يوهان وهو في برنامج إذاعي بعد ما تعافى تماما وبيتكلم عن روايته الجديدة بافان لذكرى أميرة راحلة، واللي بتبقى قصتها عن حب جيونج ومي. في الوقت ده بتبقى مي عايشة حياتها مبسوطة وبتضحك وبتهزر وبتحب الحياة، وبيبعت لها يوهان روايته الجديدة في طرد. ولما بتقرا نهاية الرواية بتستغرب وبتتصل عليه تعرفه إنه بالغ جدا فيها. وهنا بنعرف إن يوهان كتب في نهاية روايته إن جيونج عمل حادثة وهو راجع من مقابلة مي وحصل له فقدان ذاكرة، عشان كده ما قدرش يروح يقابلها ليلة راس السنة. لكن في الحقيقة بنعرف إن جيونج عمل حادثة فعلا، بس للأسف مات وساب لمي ويوهان ذكرياته معاهم. فبتروح مي تزور قبره وبتعرفه إنها المفروض ما كانتش تسيبه يسافر، وإنها لحد الآن حاسة بالذنب والندم، وبتوعده إنها تفضل فاكراه للأبد. وبالليل بتروح تسمع يوهان وهو بيعزف في الحانة اللي كانوا بيسهروا فيها هما التلاتة، وبيفتكروا جيونج وأحلامه بالسفر لأيسلاند. وبيخلص فيلمنا على كده، ويا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو أول مرة تشوفونا عشان يوصلكم منا كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.